فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. عند الحديث عن مارادونا نتحدث عن لاعب ماهر في كرة القدم، ونتحدث عن لاعب دمرت حياته المخدرات. يظهر مارادونا في هذا الفيديو مع فريق إشبيليا الإسباني ضد ساراغوسا، وهو في عمر 30. في هذا السن تحديدا انفلت مارادونا خارج المستطيل الأخضر وانغمس في عالم المجون والمخدرات والنساء. فبعد نابولي الإيطالي يلتحق هنا بإشبيليا، ثم بعد ذلك يعود إلى الأرجنتين إلى فريقه الأول بوكا جونيور، حيث قام بإنقاص وزنه 19 كيلوغراما لكي يكون جاهزا لمونديال 94، ولكن تم طرده من المونديال بعد مباراة اليونان بسبب تعاطي المنشطات. اعترف دييغو مارادونا لاحقا أنه أصبح مدمنا للمخدرات. في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، أيتها الرياضيات، أيها الرياضيون، الرياضة والمخدرات لا يجتمعان، شيئان متناقضان لا يجتمعان في رياضي أبدا، ومتى اجتمع في الرياضي تكون نهايته. رغم ذلك في هذه المباراة، مباراة إشبيليا ساراغوسا، يظهر مارادونا وكأنه الفريق في المقابلة، وكأنه يلعب لوحده ضد فريق كامل. مارادونا كعادته بتقنياته الكروية والبدنية العالية والخيالية أدهشت المتتبعين، لكن مارادونا كما قلت لم يحافظ على صحته ودمرها بالمخدرات. مارادونا رغم ذلك يبقى كأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. هو كما هو معلوم أرجنتيني، لعب للدوريات الأوروبية ولعب في الأرجنتين، وحقق إنجازات مهمة في كأس العالم. لكن المخدرات والمنشطات نالت من مارادونا وتسللت إلى مارادونا هذه الآفة الكبيرة، فكانت نهاية للأسف نهاية مارادونا كانت نهاية مأساوية لا تليق بلاعب الكرة الماهر من حجم مارادونا. يبقى كما قلت مارادونا يبقى كأفضل لاعب بتقنيات عالية، بمراوغاته المشهورة، بلياقته البدنية، فتراه في الملعب وكأنه يلعب وحيدا ضد فريق كامل، أو وكأنه الفريق بأكمله بطبيعة الحال. هنا في هذا المقابلة، في هذه المباراة، لعب مع إشبيليا ضد ساراغوسا، وانتهت المقابلة ب1-0 من توقيع مارادونا على إثر ضربة جزاء. شكرا على المتابعة. Se acercó el árbitro diciendo, bueno, Martagón acaba de recibir una cartulina por más o menos su primera entrada. Atrás para Simeone, Simeone de nuevo con Maradona. En espacio. Ahí tiene espacios, el balón intentaba meterlo por la espalda de la defensa para Conte. Maradona que fue de cabeza para Conte, busca la pared, se la lleva con el pecho. Deja la pelota, Diego la sacó, el salto de Monchu. Ha habido falta de Monchu. Sí, se pone rifón. Hombre, fingió la falta en el espacio de...